السلام عليكم. منتشر كتير وبشكل يومي التليفون بتاعي اتسرق او الموبايل بتاعي ضاع مني. عايز اعرف احدد مكان التليفون واعرف المكان الموجود فيه. طب ازاي؟ ده عن طريق جوجل. طيب هل الكلام ده صح؟ اه، ممكن يكون صح بس في حالة واحدة: لو انت عارف حساب الجيميل بتاعك بكلمة السر بتاعته، ولازم التليفون يكون موجود عليه الجيميل بتاعه اللي انت حافظه، وفي نفس الوقت يكون مفتوح عليه الانترنت. الموضوع ده بس على قد ما هو كويس وينفع، ولكن صعب جدا. طيب ليه؟ من الطبيعي الموبايل لما حد بيلقاه او بيسرقه، اول حاجه بيعملها يا اما بيقفل التليفون، او يفصل عنه الانترنت بيشيل منه الشريحه، او بيعمل ضبط مصنع للموبايل، او يفرمته، او يوديه لاي حد يفرمت له الموبايل. طيب الحل هنا فين؟ افضل حل انك ممكن تعمله بعد الموبايل بتاعك ما بيضيع، بتروح تعمل له محضر ان التليفون بتاعك فقد. ربما يحصل اي مشكله من خلال التليفون، تكون انت في مشكله، فبتعمل محضر في المركز التابع ليك علشان اي حاجه تحصل لا قدر الله من التليفون نفسه وشريحتك عليه، يبقى انت مالكش علاقه، عامل وضامن حقك ان انت عامل بلاغ على الموبايل ده. طيب تعمل ايه عشان ترجع الموبايل وهيرجع ازاي؟ اول حاجه تعملها يا اما تروح تعمل محضر بنفسك في مباحث الانترنت التابعه للمحافظه بتاعتك، وتتابع انت بشكل اسبوعي او بشكل شهري او بشكل يومي لحد ما تجمع الموبايل فين. وده هيكون صعب عليك شويه. طب ايه الحل التاني؟ انك انت تروح لمحامي يكون شغال في الحاجه دي، تديله علبه الموبايل بتاعك، ولازم تكون علبه الموبايل بتاعك، ولو مش علبه الموبايل بتاعك انت كده يعتبر حقك ضايع. لازم علبه التليفون تكون معاك، تاخد العلبه تديها لاي محامي عن طريق السير نمبر بتاع التليفون. المحامي هيعمل محضر بدالك في مباحث الانترنت، وهيتابع بشكل يومي ودوري لانه ده شغله. طيب التليفون هيرجع ازاي؟ الشخص اللي هيشتري التليفون او اللي سرق التليفون او الشخص اللي معاه التليفون في الوقت الحالي، بمجرد ما يحط الشريحه داخل الموبايل، ايه اللي بيحصل؟ بيتم انه تم التعرف على التليفون بتاعه ده عن طريق السير نمبر بتاع الكرتونه وبيانات الشريحه اللي دخلت جوه التليفون. على سبيل المثال موبايل وقع منك وانا عمرو الفارس لقيته، واخدت التليفون حطيت فيه الشريحه، مجرد ما الشريحه تشتغل واعمل منه مكالمه بيتعرف بيانات الشريحه باسم مين ومن فين والموبايل موجود فين. طب اللي بيحصل ايه؟ ان مباحث الانترنت او المحامي بياخد البيانات اللي طلعت في اثناء المحضر بعد تركيب الشريحه، وبيكلم الشخص اللي معاه الموبايل: لو سمحت انت فلان الفلاني؟ ايوه انا فلان الفلاني. طيب التليفون ده مسروق او ضايع او متاخد من حد تبعنا ومعانا علبته، يا اما هترجع التليفون او المحضر هيتم باسم صاحب الشريحه اللي على الموبايل. لو راجل محترم هيرجع الموبايل حتى لو دفع الفلوس مش هيدور عليها، ولو واحد مش كويس مش هيفرق معاه المحضر. طب نفترض مش كويس وفرقش معاه المحضر وخد الموبايل باعه لحد تاني، هيشتغل الموضوع برضه على نفس الشخص اللي حط الشريحه في التليفون بنفس التفاصيل اللي كانت في البدايه لحد الموبايل ما يرجع له. طب هل التليفون فعلا بيرجع؟ ايوه بيرجع، واجهزه كتير رجعت بنفس الطريقه. ودي كل التفاصيل عن الموبايل لو ضاع تعمل ايه بالظبط. عجبك الفيديو اعمل شير ولايك علشان غيرك يستفيد. تتابعني. تحياتي ليك، بحبك في الله.